أين اخترت؟ كل نهار خميس مع عايدة طرابلسي. أهلا وسهلا بكل من يتبع معنا برنامج أنا اخترت على راديو مهنة. اليوم باش ناخذكم في رحلة جديدة واختصاص جديد في عالم التكنولوجيا، عالم تحرك فيه الآلات وتشتغل فيه المصانع وتقوم فيه التكنولوجيا بالدور الرئيسي. نحكي اليوم على اختصاص تقني في الإلكترونيك الصناعي. اختصاص يعطيك برشا مفاتح باش تفهم وتخدم وتعمل صيانة التجهيزات الإلكترونية الموجودة في برشا آلات ومصانع. باش نفهموا أكثر التفاصيل كما العادة مع مختص وضيفي في المجال ومكون في الاختصاص، واللي اليوم جينا من مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بالددان، السيدة لويزات سليتي. مرحبا بك مدام لويزات، شكرا على تلبية الدعوة. هذايا اليوم صوت الخبرة اللي باش يحكي لنا ويقدم لنا الاختصاص كيف واللي تعودتوا به خطوات النجاح تجينا من خريج المركز في الاختصاص اللي موضوع حلقتنا، واللي اليوم هو سي محمد خليل الفطناسي. مرحبا بك. شكرا محمد خليل، واللي نورتنا اليوم زاد كيف والمنسقة متاع حلقة اليوم مدام مريم العرفاوي. مرحبا بك، مكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة كيف مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بالددان. مرحبا مريم. دونك من مريم باش تعطينا فكرة على الاختصاصات المتوفرة في مركز الإلكترونيك الدندان. خليكم معنا فاصل صغير ونرجعوا لاختصاصنا. موضوع حلقتنا اليوم تقني في الإلكترونيك الصناعي. صوت الخبرة. هذا صوت الخبرة، وكما قلت لكم اليوم صوت الخبرة هي مدام لويزات سليتي. مرحبا بك مدام لويزات، ومحلى اسمك مش ديما متداول الاسم هذايا. دونك مدام لويزات كما فسرت لك توا في الكواليس شوية، هيت نعرفوا باختصاصنا اليوم اللي نعاود نذكره تقني في الإلكترونيك الصناعي. قبل ما ندخل الساعة باش نعرفوا الاختصاص تاعنا، نشكرك على الدعوة. لا شكر على واجب. ماشي. هذه فرصة بالحق باش نفسروا فيها المؤهل التقني معناه في الاختصاص الإلكترونيك الصناعي، بيسك ديجا باب التسجيل قريب يتحل معناه دورة فيفلي. دونك فرصة باش يفهم طالبي التكوين شنو معناتها الإلكترونيك الصناعي. هو الحقيقة معناها مجال شاسع يعني متفرع على برشا ميادين. الإلكترونيك الصناعي هو تخصص يفهم فيه المتكون كيفاش يستعمل الأنظمة الإلكترونية اللي موجودة في الآلات والتجهيزات اللي استعملوها جينيرالمون في المنشآت والمصانع الصناعية. هذه بدرجة أولى. بدرجة ثانية إذا كان باش نتخصصوا أكثر، دونك احنا نحاولوا نخدموا له على تطوير مهاراته، اللي هو باش يولي يعرف يصمم، يعرف يشغل، ويعرف يزيد يتكون انه باش ينجم في الصيانه في اللوحات الالكترونيه معناتها لي كارت الكترونيك، واللي هي جينيرالمون موجوده في اغلب الالات والتجهيزات الالكترونيه في المصانع. دونك احنا نحاولوا جينيرالمون نفسروا له من الاول في البدايه، يبدا خاطر من الاول كيف ما نقولوا نحن باش نفسروا له لي زابيسين تاع الالكترونيك، ومن بعديك بشوي بشوي يدخل في التخصص بتاعه ويبدا يفهم بشوي بشوي شنو معناتها بالضبط باش يتكون فيه. باش نرجع لك على اهم المهارات اللي باش يتلقاها في التكوين، اما خليني ناخذ الكلمه مع مدام مريم باش نعرفوا شكون اللي نجم يلتحق بالاختصاص التقني. المستوى ديما نفكروا ونعرف مريم هو لا محل اغلبيه يعرفوا شنو، ما يمساش ديما في كل حلقه نقول اول مره يستمعوا شكون المستويات اللي تنجم يلتحق مؤهل تقني مهني. نيفو نجم يلتحقوا بمؤهل تقني مهني في الالكترونيك الصناعي اللي عنده مستوى ثانيه ثانوي منهات فما فوق. وفما مثلا فما بعض الاختصاصات تاخذوهم عامل سي بي نجم، وشنو هو السي بي اللي نجم يسمح له ولا يا اما عامل دوزيام اني سكوندير ثانيه ثانوي منهات مش لازم بنجاح معناتها مكمل الدوزيام اني، ومن المستحسن تكون شعبة علمية. اختصاص يتطلب ثانية ثانوي هو ديجا وقت اختص شعبة علمية معناتها تكنيك من المستحسن. اما كي ترشح
بقيه الشعب تنجم يدخل وتشوف. وبالنسبه إلا عامل CAP في اختصاصات تتبع قطاع الكهرباء والإلكترونيك. ما نجمش أي سيكتور آخر لا في وسط نفس القطاع. احنا خاطر قطاع الاختصاص التقني في الإلكترونيك السنة تابع قطاع الكهرباء والإلكترونيك. دونك هذا هو باش في نفس مثلا CAP إلكتريسيتي باتيمون، أنظمة سلامة، مراكب أسلاك كهربائية، الكتروميكانيك، هذوما في نفس القطاع. هذا هو باش نوضحوا الامر. راهو CAP معناها التقني بالنسبه للاختصاصات في CAP ماهيش الكلها، فما محصوره في قطاع معين. مدام لويزات نشوف نرجع لك مريم. انا في بالي باش ناخذك من الاول على الاختصاصات، ما ميساش مشيت في الاسبري نتاع البرنامج، نرجعوا من بعد نكملوا ناخذوا هذا تعريف يمكن بايجاز، اما باش نفهموه من خلال المواد اللي وديما يقولوا لي زملاء كفايات اللي ياخذها في وسط مركزنا اللي هو اللي كما قلنا الكترونيك دندان وسوايع وبراتيكمون كما كنا نحكيو قبيله نعاودوهم للساده اللي تابعوا فينا اليوم. قبل ما ندخلوا معناها في باش يفهم معناتها شنو هو الكفايات اللي باش يقراوهم، خاطر هو علاش نحكي بكفايات مش مواد، خاطر الكفايات يقراو فيه درس نظري ودرس تطبيق. دونك هو يكون جينيرالمون في لي كومبيتونس نتاعو باش يقرا فما كور نظري وهذاك باش يعمل عليه البراتيك نتاعو. بطبيعته هو من الاول ينجم كما عالجت زميلتي وقالت معناتها باش يجي من ثانيه ثانوي والا باش يكون مستوى CAP، ينجم يكون هو ديجا ما عندوش فكره كبيره برشا معناتها بالنسبه للفئه اللي عاملين بكالوريا خاصه في الشعاب التقنيه يبدو فاهمين رواحهم. اذا كان مش فاهمين راهم فاهمين على الاقل 50% شنو باش يقرا. بالنسبه للفئه الاخرين يبدو مازالوا مش فاهمين. دونك احنا نحاولوا في البدايه معناتها في النيفو المستوى الاول نحاولوا نحطوه في الاطار. دونك هو شنو الاطار في كل شيء، مش بالضروره في الكفايات باش يقراهم. دونك باش يحطوه في المود فورماسيون خاطر باش تختلف عليهم بارابور للمعاهد، خاطر نحن المود فورماسيون في التكوين المهني مش كيما في المعاهد. دونك ديما نعتمدوا على خاطر في التو دابسونتيزم في كل شيء ماهوش فرق. دونك التلميذ ولا المتكون كي يجينا يبدا مش فاهم، راهو هو مش معناتها كي باش تغيب راك باش تجيب بي وتدخل هكا، لا راهو الغياب نتاعك راهو مربوط بالنومبر ولا بعدد الساعات نتاع الموديول ولا الكفايه اللي باش تقراه. دونك انت عندك الحق كان في 10% دونك فاهم روحك بالضبط. دونك نفصلوا لهم من الاول الساعه لي مود فورماسيون نتاعو كيفاش باش يقرا، ومن بعديك ندخلوا معناتها في الكومبيتونس نتاعنا اللي باش يقرا. اذا كان باش نبداو في لي كومبيتونس زاد نفصلوا لي مود فورماسيون اللي هو راهو من الاول باش يقرا في السونتر معناتها تنجم تكون 100% في السونتر الفتره الاولانيه وبعد باش يقرا بالتداول. معروف هذايا خاطر هو يلزم يعرف اللي راه باش يقرا بالتداول، راهو تداول ما بين المؤسسه وما بين المركز، خاطر زاده هذاك اللي في المؤسسه يسمى زاده فورماسيون، يسمى زاده تكوين، ماهوش ستاج معناتها فولونتير مي اوبليغاسيون تكمل التكوين نتاعو تكويني للتكميلي للتكوين نتاعو. اذا كان باش نقرا باش نحكيو تويكا على شنو يقراو اول حاجه نبداو لهم بالحاجات البسيطه اللي هي المكونات الالكترونيه اللي هو لي زابيسي نتاع الالكترونيك. يلزم يعرف اهم لي كومبوزونت الكترونيك لي لوا الكل اللي مربوطه بها. سي تري انتريسون يعني يلزم يعرفها المتكون هذاك من الاول. يعرف زاد يستعمل الالات، آلة القيس مثلا لي ملتيمتر ولا ما ندخل في الديتاي نتاع آلة القيس ولي بواد داليمونطاسيون وذوك الكل يلزم يكون هو متمكن منهم بالكدا معناتها في الفاز الاولانيه يكون متمكن منهم بالكدا. من بعد لكن هو سافا وعمل تبدا عنده الميتريز بالكدا معناتها الآلات هذيك. دونك في الفاز الثانيه باش يولي يدخل في التخصص نتاعو. التخصص نتاعو مثلا باش يقرا في مرحله انه باش يقرا يعرف كيفاش يسموا الدوائر الالكترونيه، خاطر هو باش يسموا سيغان لوجيسيال الدوائر الالكترونيه. من بعديك ملي كان يرى فيه سيركوي الكترونيك معناتها سور اكران باش يولي يشوفها رياليزي سور اون كارت الكترونيك. لكن فهمها معناتها كيفاش تصير الرياليزاسيون نتاعو بطبيعته خاطر ديجا خذا فكره من الاول على المكونات. دونك يولي ينجم مره اخرى يصلحها، يولي يعرف يشخص العطب نتاعها. هذه من ناحيه.
من ناحيه اخرى زاد يولي يفهم المحركات الصناعيه معناتها لي موتور الكتريك معناتها ما فماش فما الاغلب دي ماشين فيهم دي موتور الكتريك دونك يفهمهم يخدم عليهم. دونك عندنا بالطبيعه فما بلافون كبير برشا في البراتيك في الحكايه هذيا. فما حاجه زاده مهمه على الاخر اللي هي موجوده في اغلب المنشات الصناعيه اللي هو التحكم الصناعي. اش معناه التحكم الصناعي؟ اللي هو اذا كان مش نقولها بالفرنسي هما لي اوتومات بروغرامابل. دونك اغلب المنشات الصناعيه تويكا تستعمل في وحده التحكم الصناعي لي اوتومات بروغرامابل هما تخليهم يحسنوا في المردوديه نتاع الانتاج نتاعو. دونك هو تسمع انت الكترونيك صناعي زاد هو كمان لازم يعرف لي اوتومات بروغرامابل باش كي يخرج غدوه سيغ شاي يبدا فاهم لي اوتومات يعرف يقراهم يعرف يخدم عليهم. دونك هذيك مهمه على الاخر باش ياخذ جزء كبير برشا فيها في السنتر الفهم نتاعها. واذا كان باش يزيد يفهم حاجات بلوس سوفيستيكي باش يراها في الاندستري وقت يخرج في التربص نتاعو. حاجه اخرى زاده نحكيوها اللي هي مهمه على الاخر اللي هي السلامه الصناعيه. هذه كفايه زاد يتلقاها في وسط المركز اون باراليل ما نحكيوش في فتره اخر مثلا اخر التكوين ولا الفترات التكوين نتاعو الكل معناتها هو باش يقرا اون باراليل كلهم كلهم باش يقرا. هذه فما وحدات مكمله وفما وحدات في التخصص نتاعو. دونك السلامه نحكيو تبدا له ديجا من الاول. فوالا السلامه والصحه المهنيه مهم على الاخر انه باش يخرج غدوه لونتربريز المؤسسه الصناعيه هو يلزم فاهم ساعه اجراءات السلامه اللي هو باش تحميه هو بدرجه اولى وباش تحمي زاد الالات زاد والتجهيزات زاد مش باش يخرج غدوه للمؤسسه وينجم يكسر لك ماكينه بالمليارات ولا هو يفهم اهم الاجراءات في السلامه والصيانه الصناعيه. دونك هذيك حاجه اخرى زاد يعرف يتعامل مع الجهد العالي معناها مع التونسيون فوالا. دونك هذاك هو لازم يعرف يتعامل معاه خاطر احنا كي باش نخرج غدوه مش باش نخرج غدوه تلميذ باش نخرج غدوه مهني. المهني هذا باش تدخل في سوق الشغل يعني يلزم يكون متامن من كل شيء من الكفايات التقنيه ومن الكفايات الاخرى اللي باش تخول له غدوه ديريكت تدخل يخدم مرتاح في المستوى نتاعو. دونك هذيك حاجه اخرى. اذا كان خاطر هو ينجم يخدم في المؤسسات الصناعيه كيف ما ينجم ينتصب للحساب هذيك تو نحكيو عليهم من بعد مثال. لو تحكي لي شويه على الجانب التطبيقي في وسط المركز مدام لويزات شنو هي اهم الورشات وقديش يعدي فيهم المتكون في الاختصاص هذا من وقت؟ نتفكر تو كنت تحكي لي قلنا براتيكمون كيما التيوري كيما براتيك ما نعرفش هيك نحكيوها حتى للساده اللي تابعوا فينا. اهم هالورشات التطبيقيه والوقت هي اهمها ورشات هي الورشات كلها فيها تطبيقيه. دونك لي كومبيتونس خاصه لي كومبيتونس تكنيك بيان سور نحكي مانيش لي زانسينيمون جينيرو نحكي على لي كومبيتونس تكنيك. فماش كومبيتونس تكنيك يعني كفايه تقنيه من غير تطبيق من غير درس تطبيق. دونك هو نذكروهم مثلا كما اللي قلت لي نعدي فيها 4 سوايع الصباح ومن بعد يعديها ترى في اللابو. من الاول مثلا الباز نتاع الالكترونيك. دونك الباز نتاع الالكترونيك باش يقرا فيه الكترونيك انالوجيك ويقرا فيه النوميريك. دونك هو باش يكون من الاول باش يتلقى درس نظري والدرس النظري هذاك باش يراعى عليه البراتيك نتاعو. دونك اذا كان ما فهمش هو كوم الفو ينجم تكون فما دي نوسيون صعيبه عليه من الاول ما فهمهاش. قل انا مثلا للستاجير خذ على القليله 20-30% البقيه تتكملهم بالبراتيك ديجا تسهيل عليه ديجا هو خذا فكره اوليه. مثلا نعطيك اكزامبل مثلا شاف هو قطعه الكترونيه عطيتها له انا كسامبل والا انا رسمت له سيركوي سورتو كشيما فوالا. بعد هو هذيك كسيركوي الكترونيك باش يحولها باش يراها ان ريال. الخيط ولا التري هذاك باش يولي راه كابل والكومبوزونت السامبل هذاك باش يولي يمسها وباش يولي يفهمها باش يولي تستيها. دونك ديما نعلموهم احنا قبل ما يستعمل الكومبوزونت لازم يتستيها. تستيه اش معناه تستيه؟ معناتها احنا ديجا نأطروهم كيفاش تخدم ما تخدمش اسكو لي فونكسيونيل كيفاش. دونك احنا باش نحطوهم سور ميزور معناها بلي زاباري نتاع لي ميزور نتاع وحدات القياس الكل. دونك يتستي لي كومبوزونت وبعد يخدم الشيما. هذايا مثلا من الاول. فما زاده في الورشات نتاع الاوتوماتيزم عندهم دي اوتومات بروغرامابل ليي افيك دي بي سي باش يخدموا عليه معناتها بروغراماسيون اكسيتيرا ويتحولوا لي اوتومات معناتها بريسك باش يراو كل لي اوتومات مصغره اللي هي موجوده في المصانع.
فما زاد باش يشوفوا زاد كيف في بارتي معناتها من ميني بروجي اللي قلت لك عليه باش يعرف يصمم ويعرف اللي هي باش يصمم سيركوي الكترونيك معناتها سور بي سي ومن بعد باش تخرج غيالمون. اغلب الورشات الكل مش اغلب كلهم فما يتلقاو درس نظري وعندهم درس يعني مينيموم كي سالتني انت على الوقت ما فماش ما اقل من 4 سوايع براتيك و4 سوايع تيوري، يعني ما فماش كفايه تقنيه يقراها اقل من 8 سوايع في النهار. 8 سوايع في النهار يتقسم بالطبيعه هذيك يرجع الدور للمكون كيفاش باش يقسم هو الكور نتاعو معناتها نظري وما بين النظري والتطبيقي. خلينا نقول ديما نحن نعرفوا التكوين المهني راهو فيه نظام التربص، نظام التكوين بالتداول ولا الأنظمة اللي غيره. دونك لهنا نحكيو على شنو النظام اللي في وسط سنتورنا في الاختصاص هذايا، نظام بالتداول. كل قديش المتكون باش يخرج يعدي فترة تربصه في آخر الفترة الأولانية إذا كان باش يعمل هو التسجيل دونك باش يبقى ال5 شهور الأولانية بريزونسيال في السنتر، يعني حضوري 100% في السنتر. علاش؟ على خاطر هو مازال ما تمكنش معناتها كوم الفو من الالكترونيك اللي باش تخول ويخرج للمؤسسه. دونك لازم نحن نحاول نأطروه الماكسيموم معناتها فك ال5 شهور هذيك يفهم اصلا هو التكوين نتاعو شنو هو بالضبط، يفهم هو شنو المهنه اللي يقرا فيها، ومن بعديك معناتها ابارتيغ من الفتره الاولانيه يولي نظام بالتداول. دونك يولي 2.5 شهور في المركز و2.5 شهور في المؤسسه اللي هو باش يعمل فيها. ما كل شهرين يخرج التربص. يعني وقد يعدي فترة تربصه 2.5 شهور كيما في المركز في هكاك اللي يكمل التكوين نتاعو. دونك هما عندهم في الاخر كل ثلاثة تربصات. شنو مطالب منه في التربص؟ اكيد ما فما ما عرفش كاين قرايه ولا انا باش يكمل قرايته في وسط المؤسسه. هو تكوين تكميلي ماهوش معناه تربص كيما هو يختار. هو راهو عباره تكوين تكميلي كيما قلت لك معناتها راهو في المركز ما ينجمش يراه كل شيء سورتو الالات. قلنا اختصاصنا هذايا فيه برشا حاجات هذايا التي معناتها مجال ياسر متطور ياسر متقدم. يعني هو السنتر باش يعطيه المفتاح الاولاني باش يعطيه لي زابيسي الاولانيين كي يخرج هو للمؤسسه باش يرى حاجات اخرى باش يرى حاجات شايفهم وباش يرى حاجات اخرى وهو اصلا يفهم شنو المكان الباز ديجا قلنا ويفهم القوانين نتاعهم ويفهم زاده الشين الكل كيفاش تدور معناه فهمت. دونك ويعدي ديما نحسب روحي هكا المتكون اليوم عدى التربص الاولاني في مؤسسه غدوه ينجم يبدل ولا لازم يكمل تربصه في نفس المؤسسه؟ اذا كان باش يعدي في نفس انا ننصح معناتها اذا كان باش يعدي في نفس المؤسسه ما يخدمش في نفس البوست يحاول يبدل بلاصه اخرى. دونك مش مربوط بعضه هو حر ما نجم يبدل حتى مؤسسه اخرى. اي واضح يفهم شنو باش ياخذ دي بزوتر باوز معناتها في المجال نتاعو. وين محلولين هالتربصات؟ وين ينجم التكون نتاعنا في الاختصاص هذا يمشي ولو انه نعرف يظهر لي فما تنسيق مع المركز؟ عندنا مكلفه بالعلاقه مع الميكرو عندنا زميلتنا مكلفه بالعلاقه مع المؤسسه هذيك اللي عندها مهمه البلاسمون تاع الاستاجير اللي عنده واللي ما عندوش لازم هي انتوما كسونتر هما اللي ديسباتشي. احنا عندنا دي كونفونسيون اتفاقيات مع شركات اللي في دومين الالكترونيك ياخذوا من عندنا اتفاقيات على اساس ياخذوا من عندنا لي ستاجير بور لي بيريود دو ستاج. والبروسيدور كوستي ناتيوم لا دوموند دو ستاج من الاول هي كالغوشيرش هذيك في حد ذاتها خدمه يعني كيفاش معناها تخليه هو يسعى باش يلوج. واضح كيفاش يقدم روحه كيفاش يقنع كيفاش يلوج في حد ذاته يخدم له داخله كيما قلت تحسين لي كومبيتونس نتاعو الفورماسيون. اوكا ما لقاش معناتها كيما قلت لك عندنا الشركات اللي معها لي كونفونسيون مادام كاوتر تعاونهم باش يلقى بلاصه التربص. دونك وليداتنا كلهم يمشي يعدي تربصاتهم. نحكيو توا شويه كوتي الافاق نتاع اختصاصنا شنو ينجم يعمل به ولو اني ما نعرفش كان استوفينا الكل الترتيب اللي حكينا فيه. تقريبا انا حكيت على اهم العناوين اللي نجم باش يفهمها معناتها اذا باش نحبوا نلخصوا معناتها
شنو باش يقرا اون جينيرال معناها ولا شنو باش يتكون. احنا ما نقولوش يقرا، نقولوا يتكون، خاطر هو في الاخر متكون يفهم الانظمه الالكترونيه تشغيلها، يعرف يقرا المخططات الكهربائيه معناتها تو سكي بلان الكترونيك الكتريسيتي، يعرف يقراهم كي يتحط قدامه ان بلان يعرف يقرا، يحاول يعرف زاد يصلح لي بان الاعطاء، ويعرف يشخص زاد المشاكل اللي هي موجوده سوغ كارت الكترونيك، اللي هو ينجم يساهم في تحسين الاداء الصناعي وتقليل لي بان. فهمتوا كيف نقولوا نحن كالمانتونس بريفونتيف، يعني المانتونس الوقائيه من الاول. دونك اذا كان هو يبدا متمكن يولي ينقص برشا في الاعطال هذيك اللي هو تساعده بالحق مره اخرى في العمل نتاعو. دونك احنا نحاولوا ديما نخدموا عليهم المهارات هذوك بالكدا، وكيما انت قلتوا عرجت راهم البقيه يكملهم في الستاج نتاعو. لهنا كي تقول لي وشنو المهام الموكوله لي، نقول لك انا الناس الكل اللي يجون اي حد ينجم يلقى روحه في الاختصاص في المهنه هذه، ما فماش تقول لي انت لا ما نعرفش انا تتطلب جهد هذه يمشي لها اولاد اكثر، ما نعرفش راهو انا نقول نامبورت كوا كيما نقولوا كان فما دي كريتير لازم توفر عند الجون. حتى كريتير ديجا انا فورماتريس امراه فماش كريتير ما بين امراه وراجل الحقيقه هذا ما لاباس، هو الاختصاصات الكل ولات موجوده. والواحد صحيح من باش ما نقولش معناتها نسبه الاولاد اكثر من البنات، مي فما عندنا برشا بنات هو يمكن كعقليه ما كي تجي تلقى روحك. لا احنا باش نعطوهم الاول، باش نبداو من الاول ديجا الفتره الاولانيه فتره طويله 5 شهور في المركز باش يتعلم بالكدا معناتها باش نبدا لهم الازيرو. سورتو يظهر ما تطلبش مجهود بدني معناها هكا شويه. انا بركه انا ديما نلح عليهم المتكونين نتاعي، ديما نقول لهم شويه شغف، كي يبدا عنده هو شويه شغف هذا ولا غرام بالله يلاحظوها ديما كلمه الشغف وكلمه الغرام تتعود لي في الاختصاصات الكل، كسوا تجيني من بالحق من المكون ولا من مثال. انا قريت كونت مره دو ستاجير نتفكرهم، واحده ليتيرير واحده واحد دقه تكنيك ولا لا واحد ايكونومي جيستيون ما شاء الله عليه، هذاك ديجا كمل البي تي اس نتاعو جا ايكونومي جيستيون مش فاهم مش لا علاقه باللي موجود، يعني هو ديجا قرا في الباك ليكونومي وكسيتيرا وجاي يلقى روح يقرا في الكترونيك راسو دو مات فيزيك تكنيك فيزيك من الاول مات فيزيك ومن بعد تكنيك. دونك هو جاي حاجه من الاول مات فيزيك حاجه جديده عليا، حاجه جديده. ولات عندي اداب انا توا حاليا نقري في بنايه اداب، دونك هي غرامها وتحب تخدم هذيك ما عندهاش مشكل، خاطر احنا مش باش نعطيهم حاجات ياسر صعيبه دي نوسيون، يعني باش يشوفهم اللي هو ينجم يبراتيكيهم بعد ماش حاجات ياسر صعيبه معناتها ينجم يخدم عليهم هذوكم ويكونهم. علاش قلت لك فما شغف يولي يلوج هو بيدو ويزيد يحسن من مردوده. هو حتى التوجيه نتاعو في الليسي راهو ما كانتش رغبته هو والا ما لقاش بلاصه، قرا في ليسي بريفي عنده كاين ليكونومي ولا فهمت كي تجي تحكي معه تلقى فريمون ميولات فما لهنا مريم السيليكسيون تصير في السونتر بعد ما يصبوا لي دوسيي نتاعهم، دونك تحاولوا انتوما كيما قلت ما تخليوش كي جانب انا لهنا الكريتير لازمني نقبل كان الجماعه التكنيك هكاو، نحاولوا تكونوا اي انسان حتى عامل ايكونومي والا لاتر كما كانت تحكي زميلتي يرى في روحه انه عنده الغرام هذيك راهو يلقى روحه كما قلت سورتو اذا عنده شغف في التوجيه اللي يجيني ونحكي معاه فريمون نحس فيا الرغبه والغرام هذيك ننصحوا بالحق باش يعملوا الاختصاص. الاكيد خلينا نحكيو على سوق الشغل، نحكيو في الاختصاص نتاعنا اليوم. سوق الشغل واسع برشا على خاطر هو بيسك اغلب المصانع تستعمل الحديث خاصه تستعمل الانظمه الالكترونيه وتستعمل الاليه اللي هي الاوتومات، دونك واسع برشا معناتها الدومين ياسر متفرع، ينجم يخرج فني معناتها في الصيانه الصناعيه المانتونونس اندستريال اون الكترونيك مش اون جينيرال، يعني هو ينجم يصلح الالات ولا الخطوط الانتاج الكل اللي في المؤسسات، كما ينجم يكون زاد فني الكترونيك صناعي. معناها الالكترونيك صناعي معناها يصلح لي كارت الكترونيك، معناتها اذا كان هو يعرف يشخص الاعطال من الاول بعديك ينجم يلقى التصليح نتاعها يصلحها فاسيلمون. زاد كيما ينجم يكون زاد مراقب جوده
في لي كارت الكترونيك. ينجم زاده يخدم ويقرا ويخدم على لي زوتومات هذيك المحركات الاليه اللي موجوده في اغلب المنشات كما كان حكيت لك. وحاجه اخرى زاده ينجم ينتصب للحساب الخاص اذا كان كما قلت لك غرام. مثلا اذا كان باش نحكيو على دومين الروبوتيك اللي هو توا ياسر باين ماشي عليه وعنده شويه غرام بالبروغراماسيون. دونك هو اذا كان باش يقرا الكترونيك ويقرا بطبيعته اوتوماتيزم ويقرا على موتور، دونك شبقى على الروبوتيك بقى كانت البرمجيات هذيك ديجا نحن يقراو جزء منها، يقراو موجود في السونتر. دونك هو يكمل فما لاردوين وفما برشا دي لوجيسيال يتعلم عليهم. ما بقى حتى شيء معناتها اذا كانوا خذا الباز في الالكترونيك البرمجيات يلقى روحه حتى كيما قلت كي باش ينتصب الحساب الخاص. ينجم زاده مثلا يخدم اذا كان قلت لك عنده غرام وشغف يصلحوا لي كارت الكترونيك. فماش سون ماشين سون كارت الكترونيك اكيد لي كارت توا بارتو كل شيء مشون. ديارنا ولات باي حاجه لازم فيها الالكترونيك. يقراو معناها يقراو الكولتور انتربرونيال مع او فير ميزور مع الكومبيتونس تكنيك، يقراو التكنيكو كوميرسيال. معناتها ديجا احنا نحاولوا ناطروهم باش يعمل ان ميني بروجي. فهمت هذاك هو ديجا تو نحكيو عليه بعد. وليداتنا بلي هذا في اطار الانتصاب للحساب الخاص. فما منهم فك اللي يحلوا مثلا تو الناس كل عندها تليفونات فما اللي نجم يحل يصلح تليفون ينجم قريبه سبيسياليتي اكثر خاطر هما دي كومبوزونت ياسر صغيره ياخذوا اكثر ميكرو سيستيم وهذوك الكل. ما ينجم يلقى روحه دونك المجال واسع يظهر لي. ما تنجمش تحصرها، مش نقول لك باش يخدم هنا لا، ما تنجمش تحصرها. مجال واسع برشا اللي هو يشوف برشا حاجات في الالكترونيك الصناعي. هو مجال معناتها متفرع، دونك تنجم يخدم برشا اذا كان ما لقاش هنا يلقى هنا. خلينا نختم معاك مدام لويزيت في معشنا ميساج ولا نصيحه تنجم توصلها للي مازال يخمم وتوا ان شاء الله هو فهم معنا الاختصاص هذايا. شنو نجموا كان تقول له كدعوه ولا نصيحه باش يدخل للمجال هذا؟ ننصحهم هو ديجا باب التسجيل قريب معناتها دوره فيفري. احنا عندنا دوره في سبتمبر باش نحكيو عليه مع مريم. انت باش توجه لي نصيحه وانت تغزر للكاميرا للوليدات اللي ان شاء الله الحقيقه ما يفلتوش اذا كان عندهم غرام ما يفلتوش الفرصه هذه تحل التسجيل عن بعد عن طريق الوكاله التونسيه للتكوين المهني. ما يفلتوهاش فرصه باهيه على الاخر. هو تكوين مجالي بريسك معناتها بالعكس يلقى فيه لي كومبيتونس باش تقريهم بالكدا انكادرومون باهيه بالكدا من لي فورماتور والا من الاداره في بركز. نصيحه ان اللي نلوج عليها شنو هو لازم يعمل باش ينجح. ونحن نحكي على الاختصاص هذا ما هي الاكيد تمشي في الاختصاص الكل. الساعه الموقع نتاعو قريب لمحطه المترو معناتها ما يتتعبش برشا في الترونسبور. هذه حاجه اخرى ننصح بها انا قبل ما يتعلم الكومبيتونس التكنيك يتعلم الديسيبلين، يتعلم الانضباط. غدوه انا باش نخرج مهني ساعه انا كي باش يجي هو يعمل انتروتيان لازم يكون منضبط، يحترم الوقت، يحترم التيتور نتاعو اللي هو فورماتور بدرجه اولى اللي هو باش يكون غدوه كفورماتور، يحترم المخبر نتاعو. دونك ينعلموهم حتى بخلاف الكومبيتونس تكنيك يتعلم يلم المخبر نتاعو، يتعلم ينظف غدوه كي يخرج للمؤسسه ما يلقاش صعوبه في الحكايه هذيا. دونك والانضباط انا بالنسبه لي الانضباط حتى يبدا هو لتغير ومنضبط ينجح، مش حاجه ياسر صعيبه. واضح. هذا هو مدام لويزيت تاكد انه انت راك ملي نهار اللي تجي راك تحسب روحك تخدم، راك تمارس في مهنه في وسط المركز. دونك لازم تحترم نعتبرهم ولادي نبدا فرحانه بهم ونبداو عاملين هكا جو مع بعضنا خاطر باش يعديو 8 سوايع معايا معناتها 8 سوايع مش شويه. دونك فما هكا شويه خدمه شويه راحه هكا شويه براتيك على شويه ما بين كرو براتيك. الاكيد مع 8 سوايع معاه كان ما تعمل لهم شويه جو يظهر لي باش يخلقوا. اما كما قلت الضمان انه يخرج يد عامله كفءه موجوده معنا وموجوده في مركز القطاع للتكوين في الإلكترونيك بالدندان، اختصاص تقني في الإلكترونيك الصناعي. هذا واحد من الاختصاصات اللي موجودة في مركزنا اليوم واللي باش ناخذوا بقية الاختصاص مع مدام مريم العرفاوي. مدام هيت بقية الاختصاصات تو هذا تقني من ضمن وهو كما قالت مدام لويزيت مستقبل إن شاء الله مضمون. ويظهر لي عندك حتى شيء قلت لي مريم في نسبة التشغيل فيها عام 2024
2023 نسبة التشغيل في الاختصاص هذا تقني في الإلكترونيك الصناعي وصلت 70%. 70% هذا الناس اللي حبت تخدم، على خاطر أنا متأكدة إنه كل من يتعلمها بغرام وبحب باش يضمن بلاصته. بقية الاختصاص مريم، الاختصاصات مؤهل تقني سامي اختصاص واحد تقني سامي في الآلية والإعلامية الصناعية، مدة التكوين عامين، وبكالوريا شعب علمية دو بريفيرونس. ديما نقولوا من المستحسن باش يلقى روحه كما نقولوا. اما اللي عنده غرام ديما ركزوا على غرام وعلى الرغبه راهو ينجح، يخدم على روحه وينجح. في البي تي بي مؤهل تقني مهني عندنا 3 اختصاصات، تقني في الالكترونيك الصناعي اللي كنا نحكيو عليه، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية تو سكي بروغراماسيون دي اوتومات وفي اوتوماتيزم معناتها، وعندنا تقني في سند اجهزه الميكرو اعلاميه مانتونون ميكرو سيستيم انفورماتيك، تصليح لي بي سي لي امبريمونت لي لوجيسيل دو فورماتاج والاختصاص. دونك عامين بالنسبه للبي تي بي جميع الاختصاصات اللي سميتها. في السي ا بي شهاده كفاءه مهنيه عندنا 2 اختصاصات، مركب في كهرباء البناء ومركب انظمه السلامه بالبناءات. كهرباء البناء مده تكوين عام ونص، وانظمه السلامه بالبناءات مده تكوين عام، وديما تكوين راهو بالتداول بيريود سونتر بيريود ستاج. واضح. الاختصاصات هما اللي سميتهم الكل محلولين دورة فيبري. هذا هو ان شاء الله، ما هي بيانتو لو 8 ديسمبر ان شاء الله. مازال ما تعطيوش تاريخ محدد ان شاء الله. الاختصاصات اللي ذكرتهم كلهم محلولين. اللي عنده اي استفسار مرحبا بيه، موجوده في السونتر، نفسر له نوسع به معاه ننصحوا مرحبا بالاسم. الاكيد ما احسنش من المكلف بالتوجيه والمرافقه، راك باش يرافقك من نهار اللي تنطلق في مركزنا. يعطيك الصحه مريم. يمكن نحكي على الستاج. احنا ديما قلت لك عندنا معناتها دي كونفونسيون مع الشركات اللي في الدومين الالكترونيك اللي كونوا فيه. كانت عندنا تجربه عام 2023 البروموسيون تاع 2023 كانت عندنا تجربه مع جيزات، عملنا اتفاقيه مع 3 شركات ما نعرفش كان نجم نسمي اي نسميهم ونشكروهم. انا كان تجربه ناجحه نشكروهم. كان انجاجمون منهم هما، كانت تجربه ناجحه على الاخر، حتى بعد يحكي لنا هو كان انتفع محمد خليل بالبروجي هذايا. دونك جيزات عملت اتفاقيه مع 3 انتربريز اللي هي سي بي اكتيا، استيل فلاش وسام بالنسبه للزوتومات في التقنيه سامي. شنو هي اللي زايد في هالتجربه وفي هالكونفونسيون المشتركه بين مركزنا وجيزاد والمؤسسه؟ شنو اللي زايد على بقيه لي ستاج؟ لونتربريز تلتزم انها تكون اون انتربريز فورماتريس بالحق، وانه في لي ستاج نتاعو لي 3 ستاج نتاعو ملي يبدا لابرونون في الفورماسيون يتعدى باللي ديفيرون معناتها المراحل المختلفه، المراحل اللي يتعدى بها البرودوي في المؤسسه الصناعيه. تمتعوا ببورس كانت عندهم في الكوتيديان نتاعهم لارجون بوش وكل، تمتعوا دي فورماسيون في السوفت سكيلز هذا الكل معناتها ممول من جيزات. وماذا بينا كان شركات اخرى معناتها بالحق تنخرط في لي بروجي هذوما، هما يستنفعوا على خاطر هو كي باش يكون ستاجير يبدا معاه من اول ستاج لاخر ستاج. لو جور اللي باش يعمل ريكروتمون يبدا يعرفهم وخدموا معاه وفاهمين واطرهم كما يلزم، دونك يلقاهم حاضرين باش يدخلوا يخدموا يد عامله حاضره ان شاء الله كما قلت من خلالك هذايا، والتجربه ناجحه وبالطبيعه باش يزيد يحكي لنا عليها محمد خليل. شكرا لكم ضيوفي، ما زلتوا قاعدين معنا، اي تدخل تنجم مرحبا به بالطبيعه. فاصل، خلينا نمشيو للغوبريك خطوات النجاح اللي كما قلت لكم اليوم مع محمد خليل الفطناسي. خطوات النجاح. مرحبا بكم من جديد. خطوات النجاح اليوم مع سي محمد خليل الفطناسي. مرحبا بك مرة أخرى محمد خليل، نورتنا ويعطيك الصحة. وتجربة جديدة وجانب آخر باش ناخذوه متكون من طبق كما يقولوا المثل من البيت النار ومحلاها هكا. وانا قداش نفرح بوليداتنا اللي في سعي يلقاو خدمة. محمد خليل، نبدا بسؤالي المعهود ديما، ونحب نعرف المتكون كيفاش جاء للسونتر والاختصاص هذا بالذات. والله كي مشيت عملت فورماسيون مرة الأولى. استنى مرة الأولى شو معناه؟ ليه معناتها كي مشيت نعمل فورماسيون. مشيت تسأل. مشيت نسأل على الفورماسيون، كي سألت على برشا دومانيات حبيت على. مشيت للسونتر ديريكت.
علاش هو بالذات مثلا قريب لك محل السكنة سمعت عليه؟ انا من بعد دخلت لسيت تي اف بي. واضح. شفتك شيء موجود معنا في الاختصاصات الموجودة. هيك. مشيت نلقى السونتر نلقى فيه الكترونيك الاندستريال. دونك هو جبدك الاختصاص هذا. الاختصاص هذاك مشيت قدمت اوراقي. تسمع بها لا تي اف بي قبل ولا محمد خالد؟ كان كي حطيت في مخك التكوين. مشينا للسونتر. مشيت عملت فورماسيون. لا استناني بشوي خطوة خطوة منك تزوز. ماك مشيت للسونتر باش تاخذ فكرة على الاختصاص. سألت عليه غاديك أنا. دونك مدام مريم فسرتهولك بالساهل. خاطر بحذاه مدام مريم فسرت لي بالكدا. باهي حكينا على الفاز اللي بديت مع معشنك سواء مدام لويزيت ولا غير للفورم اللي حطك في الكادر، الفاز اللي يفسروا لك فيه الاختصاص بالحق وباش تفهموا انت هذا اللي تلوج عليه ولا. مشيت للسونتر وقابلت مدام مريم، بقيت نحكي انا وياها معناتها فهمتني شنو موجود بالضبط في السونتر، كيفاش الاوقات وكيفاش معناتها القرايه كيفاش ومعناتها بعد بدينا عندك 5 أشهر تقرا في 5 شهور في مقتنع ما نزل مقتنع ليه حاجه ليه مقتنع بعدك في الشهر الثالث يظهر لي عملت جاتنا فات جي كناش في بالنا بها، عملنا امتحانات في السونتر زاده ما مشيناش نحن غاديك جونا هما الفورماتور جونا عملوا لنا فورماسيون في انترتيان في السونتر. انترتيان شو معناها اختاروا منكم هزوش الناس الكل عشان هي لي كريتير اللي خذاو عليها وخليتهم انهم يهزوا مجموعه ومجموعه ليه؟ والله انت والاختيار نتاعك معناتها الاختيار نتاعك مش لونتروتيان على شنو؟ لونتروتيان عملت لونتروتيان معناتها قوس خدمه. هو من الاول سامحني عاد الكريتير الاول حبوا القرب للمؤسسه الصناعيه، خاطر واحده شرقيه والاخرى في سكره فهمت. واحده سالوا معناها البلايص هذوكم اخر ترونسبور فهمت. كيما سام ما عندهمش ترونسبور، فما لي زوتر عندهم لي بيس فهمت. هذيك هو من سينو الوليدات كلهم وخليناهم حريه الاختيار. خلونا حريه الاختيار. باهي دونك نجحت في الانتروتيان هذا خذاوك من مجموعه. ماش كنقول على الستاج عملت وين بالضبط. اي ستاج في سي بي اكتير. هذه مختصه فيش شنو تخرج كمنتوش؟ لي كارت الكترونيك دونك عدت مشيت عملت ستاج في مشيت عملت ستاجات وقتها. تو ابار ستاجك اللي مطلوب واللي كما قالت العادي شنية اللي تزيد من خلال كما قلنا التجربة مع جي زيد؟ عملنا باش سوفت سكيلز، عملنا باش فورماسيونات غاديكا منهم ايزون 9001 ولين مانجمنت وسيكوريزم سيكوريتي. الموقع وكانت فورماسيون عملنا كومي معناتها باين ندخلوا وجدوك في السي في نتاعك معناتها خديتوا فيهم دي ديبلوم ديجا ديبلوم سيرتيفيي معناتها وكل شيء موجود وشفنا لي كارت الكترونيك كيفاش تصنع من اول ايتاب لاخر ايتاب وديجا نحن خدمنا عليها معناتها ما خلونا نمسوا معناتها الكروات الالكترونيه. هو خلينا نقص عليك بالله حتى كان محمد خليل انت في المرحله الاولى في السونتر معناها ديجا يظهر لي كما قالت لنا مدام لويزيت خذيت جربت مسيت هذوما خذيت فكره كبيره معناها مش كما في المؤسسه مش كما في عندك الكروات الالكترونيك معناتها فما عباد معناتها تخدم بعضك لازم تعدي الكاليتي معناتها نفس الكاليتي معناتها تاع الكارت معناتها لازم تكون كونفورم معناتها وجوها كونفورم معناتها ما في لا فيها لا بروبليم لا حتى شيء خاطر فما معناتها كاليتي انا نحن ولينا نخدموا على الكاليتي مش حتى على ان نقد روحنا ولا ولينا نخدموا على الكاليتي. هذاك علاش هو نجم يكون مراقب جوده الكترونيه معناتها كان هو عجبته باش يولي يخدم على الكاليتي معناتها اللي على لي كارت الكترونيك ولي زوتر فورماسيون هكايا توا اللي في وسط المؤسسه اللي زادوا فيه كما قلت لي زوتر تعلمنا زاد كيفاش نعملوا سوديور للكارت الكترونيك زاد سوديور وتستي الكارت زاد تستور تعمل تستور
كانت سهلة هالمهمة بحكم يمكن غرامك ولا الأول كي دخلنا أنا خاطر كان ما نحبش نتحصل في بلاصة واحدة، أما بعد كي لقيت معناتها الجو والأمبيونس مع الولاد زاد خاطر ولاد كلاس معناتها، وكانت تشجعنا كل مع بعضنا ومشينا وعملنا كل شيء مع بعضنا معناتها، والله حتى الشهرين تعدوا من بعض معناتها تحسهم ما حسيتهمش حتى العامين مش حتى الشهرين معناتها ما حسيتهمش ولا. فماش حاجة هكا صعيبة تعديت بها محمد خليل عشان نفك سوا في المرحلة الأولى؟ هذيك هي الحاجة صعيبة، حكاية فارغة الأكيد. الوالدة خذت الشارج ذي بتاع تقييمك. نحكيو على كما قلنا توا المرحلة الثانية واللي وليت أكثر فيها فترات تربص مثلا، كانت تضيف لك في مسير في تكوينك، تحسها فما إضافة ما بين المؤسسة والتكوينك في وسط السنتر؟ كانت تجيني ضافتني برشا حاجات في البريود الأولانية. تعلمنا بصح قاعدين نمسوا أما كومين مش قاعد نبراتيكي على الآخر، أما بعد دخلنا دي موتور معناتها تعلمت موتور تلفازية هذا في المرحلة الثانية كمان. وبروجرامات خدمنا على ليزيس وشوية لاردوينو معناتها تعلمنا برشا حاجات معناتها. معناش نجي لبالي محمد خليل، انت ما حكم تجربتك توا وقريت فما فرق بين واحد حاط غرامه وحاط قلبه ويحب الاختصاص هذاك، وواحد هي تعطيني نتعلم وهكا باش كان لقيت خدمه بها ولا لا؟ فما فرق. فما فرق مادام مشيت تعمل في حاجه نورمال ماشي على تحبها معناتها مش هكاكا معناتها. ما نعرفش انا نقول لك هاد مش عندي صنعه في يدي وكهو. فما عباد تحكي هكاكا معناتها. ما هو انت بتبيعها مجموعه وانتم مجموعه اكيد، هالمجموعه هذه فيها ناس مغرومه وتجي وفيها ناس لا قليل تلقاها، ما الاكثريه كان العباد جايه مغرومه معناتها وكتحب تتعلم كل حاجه هذيك، وبالحق كتحب جاي تحب تتعلم معناتها مش جاي باش تلعب ولا تفهم ولا ومعناتها ومادام الوزاد زاد قالتني ومعناتها تعرف كيف لابسونس سورتو اللعب مع لابسونس اللي هو الاكيد عنده فما علاش هو حسب ديجا كلامك حتى انت معناها توا حضرت وبشرت الافاده تحصل وقت حضورك، خاطر غاديك وين حتى في ستاج زاد مش هكا فما ستاجاتك معناتها تمشي كيما تمشي كيما تجي في ستاج نتاعنا اوبليغاتوار عليك تمشي. علاش قلت التكوين تكميلي اوبليغاتوار عليك تمشي حتى نهار ما تمشيش فيه معناتها يقول لك علاش ما جيتش معناتها كيف تبعوا فيك بالديتاي معناها فترة التربص ما تعديهاش انت كعطلة، راهي خدمة ماشي تخدم معناتها ما في نطاق معين معناتها ماشي تخدم معناتها. به هاد نجيو محمد خليل كملت قرايته ما شاء الله 2000 بيانتو تو 2025 مازال محمد خليل يخدم ما شاء الله عليه. ايش عملت كيفاش عملت تحكي لي من اللي صي كملت توا تكوينك صيفت مشيت صيفت اي ومن بعد كل واحد معناتها كل يد تد اختها كيما نقولوا مشيت تلوج انت ديبوزيت ولا شركات عيطت لك؟ انا من الاول مشيت فما زون بحدينا في الحومه فما زون اسمها الفجه مشيت قدمت مطالب معناتها كنكلموك وبعدك فما صوت كلمني قال لي فما معمل معناتها طالب خدامه مشيت قدمت عطيت السي في نتاعي من بعد 3 ايام 4 ايام كلموني قالوا بدات تخدم معناتها من بعد الحكايه معناتها حتى حاجه بها صوت زادك معناتها يعاون لوج لك. احنا الشركات اللي عندنا معها اتفاقيات لو جور اللي عندها بزوان كيما نقولوا حاجات باش يعملوا ريكروتمون يكلمونا احنا. عندنا زميلتنا تاخذ متابعه خريجي المركز تبعت لهم لي ليست تاع الدبلوم. وكيفاش كانت اختيارهم مثلا فما انتروتيان ولا ديريكت شافوا دبلومك جاي؟ عملت انتروتيان قالوا لنا معناتها شنو هي الخدمه بالضبط في الانتروتيان وكاو معناتها بقيت كبريود تاع 3 ايام 4 ايام وقالوا لك تقبل في الانتروتيان. كانوا معاك خريجين المركز ولا متعن؟ نلقاو برشا ولاد من السونتر قاعدين يخدموا في المؤسسه هذه ومنهم بي تي اس معناتها وقاعدين يخدموا معناتها.
زاد مثلا محمد خليل، شنو اللي يميز متكون ويخدم متكون في الاختصاص هذايا وخذاه وقراه في سونتر ما بين حد اخر يمكن ما قراش وما كمان يخدم فيه؟ ما نعرفش المؤسسه كيفاش خذاته اما غير دبلومه ما نعرفش. حتى كي تمشي تخدم مثلا نهار اخر مثلا انت ماكش متكون معناتها ما عندكش حتى رغبه باش تمشي تخدم، ما تمشي كل يوم هكا نهار كامل. لا نقول انا تعلم فرق من تعلم الصنعه في سونتر واللي جاي مثلا عشان انا مغروم ولا هكا تعلمها مع شنو. فما فرق تلاحظوه في المؤسسه؟ فما فرق كيفاش مثلا خاطر كنت مثلا باش تعلم حاجه على دي ماشي مثلا تبدا فهم دي بروغرام انت ماكش متكون مثلا في السونتر معناتها لازم تعمل حتى شيء خاطر لازم تعلموا البروغرام هذوكم وباش لازم تخدم عليه معناتها. تو مش كيما تجي مثلا واحد ما عندوش بروغرام ما عندوش السونتر يجي يخدم هكاك لازم حتى الماكينه هذيك معناتها اكيد. وترى المؤسسات هذول تمشي انتداب اصحاب الشهائد هكا اصحاب الاختصاصات هذه في المؤسسه. قديش بخيتها وانت في المؤسسه هذه من متكون من الكترونيك هكا؟ 5 عباد 6 عباد من السونتر تاع الدندين. هذا هو. نحكيو على طموحك غدوة محمد خليل، يقتصر انك تبقى في المؤسسة. هاني دبرت خدمة نخدم ان شاء الله ليه. شنو تخمم قال لي اي دونك خلي ناخذ فكرة كيف معناها مازال ديجا تحب تحسن ما خير، تحس انه حتى كي تزيد في الاختصاص يعاونك معناتها تزيد تعاملك على الاخر معناتها حتى في النيفو نتاعك زيد حتى في النيفو نتاعك معناتها تزيد حتى او نيفو سالير اي هذا بحكم التجربه وبحكم خبره توا في كيما نقولوا في سوق الشغل عرفتها ولا من بكري ما تخمم كي خدمت تقول التكنيسيان سوبيريور حظ وخير وفلوس وخير. الأكيد بالطبيعة قد ما يكون فما شهيد وقد ما نزيدوا من نطوروا من كفاءاتنا يقول لي رفيق ما شاء الله هذا يكون في صالحك. ما نعرفش أنا نحب ناخذ من عندك محمد خليل ميساج أخير لكل من يرغب في الالتحاق في الاختصاص هذايا بكل عفوية وبكل روح، وانتي تغزر لي لك الكاميرا ومتوجه بحديثك طالبي التكوين في اختصاص تقني إلكترونيك الصناعي. والله ننصحكم بها كفورماسيون ماهيش خايبة سهلة. ونحكي لك كان على السونتر تاع الدندين ما عادش خاطر مراكز الاخرين ما قريتش فيهم. المركز تاع الدندين مركز باهي لا مطلوب هو معروف من مراكزنا الحق اللي كما نقولوا ذاع سيتها ذكرى 37 لتأسيس مركز في سيكتور الإلكترونيك. الأكيد أنا قلت لكم مركز الإلكترونيك من مراكزنا اللي غوبير الحق. أما أنا نحبك رسالتك تتوجه للأصحاب اللي يفكروا باش الاختصاص هذا بحكم تجربتك محمد خليل. شنية تنصحهم؟ ما نعرفش أنا نصيحتك بحكم خبرتك بحكم هالباساج اللي عملته في التكوين وتوا إن شاء الله في سوق الشغل. الرأي فيها خدمة وخير ما تقعد تقرا مثلا 5 سنين بعد الباك بعد حتى هذا بالطبيعة نحن ما نشجعوش عليه. أما مثال تحب تقرا على روحك بعد الباك اقرا معناتها كل واحد واختياراته لا كل واحد وغرامه كيفاش معناتها. هذا هو محمد خليل يحب التكوين المهني وينصحكم بالتكوين المهني الكل كما قلنا المستويات سورتو انه كما قلنا الالكترونيك الدندان فيه من سي بي للبي تي اس. شكرا لكم، شكرا ليك محمد خليل، ان شاء الله نشوفك فيما اهم في مشروعك الخاص كما نقولوا. نشكر زاد ضيوفي مدام لويزيت مدام مريم لوروني الحلقه هذه كانت حلقه قدمنا فيها
اختصاص تقني في الإلكترونيكس الصناعي. إن شاء الله شفتوا هكا معايا الفرص اللي وفرها الاختصاص هذا. شكرا لكل من تابع حلقتنا اليوم. شكرا لصديقي ورفيقي رفيق اللي أمننا الجانب التقني. نلقاكم في الأسبوع القادم وفي اختصاص جديد. دمتم بخير. راديو مهنة، صوتك على الويب.